تسوي بوتيتي. تابعوا الفيديو النهاية وشوفوا كلش طيبة. أقشرها وأذبها بالميكروويف تقريبا من 7 إلى 8 دقائق ونغها بالسكينة. أدخل السكينة أشوفها استوت، أطلعها من الميكروويف وأكملكم باقي الطريقة بالفيديوهات القادمة. هي راح تندمج فيديو واحد وتشوفون الطريقة كلش طيبة. طلعت البوتيتا من الميكروويف مثل ما تشوفون مايعة. شو اسوي هسه؟ احمرها، انطيها وجه شوية تحمير، شوية يصير بيها قرشة خفيفة. وهنا انا سويت بالبايركس، حطيت ثوم واحط فلفل اسود. طبعا الثوم اتس اوبشنال. واحط فلفل اسود واحط بلسامك وزيت زيتون، زيت زيتون وبلسامك. هاي شلون يسوونها بابا الله يرحمه، فظليت اعتمد الطريقة ومن اكلها دائما اتذكره. اوكي، فلفل اسود. ما تريد ثوم وما تحب الثوم تحط بلسامك. اوكي يا عيوني، بداية افتح الفلفل الاسود ماكو احد يساعدني، الله اللي يساعدني، بس ربي اللي يساعدني. هو غير ينفتح الفلفل الاسود، انا من نوع ما عندي صبر. سمي بسم الله ونخلي الفلفل الاسود يعطي لنا نكهة طيبة. تمام، وهذه حذبها بالفرن من تتحمر اخليها بهذا الصلصة وتاكلوها وتدعوا لي. نكمل الفيديو. اقول لكم تخلون رشه ملح خفيفه لان البلسامك يكون اوريدي مالح، فحسب الذوق ملح، فلفل اسود، ثوم حسب الرغبه. البوتيتا مثل ما تشوفون تحمرت، هي بس منظرها حلو. شو نسوي؟ نصفطها بالصلصه، مو الا الصلصه طن، بس تقدرين تحطين. انا مرات اغرقها حتى شنو تغرق وتاخذ مالتها المونه. وش تسوون؟ حركه بالسكينه اني اكسرها بالنص واظل اقلبها حتى شو تسوي؟ ابزوربينج، تمص المونه مال طبعا اذا سيطر ايد واحده ما تصفق، لازم احد يساعدني. لو انتم يمي يساعدوني، بس اريد افهمكم الوضعيه. شو نسوي؟ نقسمها. هسه خلاص لكم الفيديو واخليها على الوجه. ليش؟ حتى تمص المونه وتاكلوها والف عافيه. ارجع لكم. وخلصت البطاطا، قطعتها نصاص نصاص وقلبتها حتى شنو؟ تمص المونه مال البلسامك بهالشكل. تاكلوها وتدعوا لي والف عافيه مقدما. يعني بين الوجبات للجهال، وتعرفون مشيت وحرقت كالوريز حتى اعوض الكالوريز اللي حرقته، فد 1000 2000 3000 كالوريز والف عافيه. نرجع لكم في شغلات بسيطة خفيفة تظل مثلي ومثلكم.